اليوم حبيت شارككم أسهل طريقة لتفريز البازاليا بطريقة نحافظ عليها خضرة وطازة طول السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما بتعرفوا كل سنة بيمرق علينا وقت بتنزل فيه البازيلا على السوق وبصير وقت مونتها، لازم وقت نشتريها ننتبه انه اخدينها من النوع الظريف، يعني نحن بنفتح كم وحدة منشوف حبة البازيلا لازم تكون الحبة كبيرة وخضرة لانه في منها بتجي صغيرة وصفرة، وبنفس الوقت لازم ندوقها وتكون طعمتها هيك نحسها مسكرة أو حلوة، في منها لأنه بيجي طعمها مر. وهلأ أنا حضرت الكمية اللي بدي فرزها، ومثل ما شايفين رح ابتدي رحلة التفصيص بهاي الطريقة. وهيك الكمية صارت جاهزة عندي وخلصت من تفصيص البازيلا كلها الحمد لله رب العالمين. وهلأ رح نبتدي بتفريزها. هلأ أنا حضرت الأكياس اللي بدي فرز فيهم البازيلا، بجيب الكيس وبفتحه بهاي الطريقة. طبعا الكمية اللي بدك تحطيها بقلب الكيس انت بتقدري كميتها حسب الطبخة اللي بتحضريها. بجيب البازيلا مثل ما هي، مثل ما اللي مفصصتها قدامكم، ما عملت لها أي شي. شوفوا بهالطريقة هاي، انتو اتبعوا هاي الطريقة وانا رح امشي لكم بخطواتها للاخير، يعني حتى وقت بطلع الكيس من الفريزر حقلكم شو بعمل فيه حتى بتصير ظريفة وخضرة وما احلاها. وهلا بعد ما حضرنا الكمية بقلب الكيس بدك تتأكدي مزبوط قبل ما نقفل الكيس ونقيمه على الفريزر انه نسحب الهواء منه كتير منيح. هاي الخطوة كتير ضرورية. شوفي كيف تسحبي، عندك طريقتين، اذا انت عندك المكنة اللي بتكبس الكيس وبتسحب الهواء يعني أحسن وأحسنين، هيك بتريحي حالك. إذا ما عندك بتساويه بهاي الطريقة، بتعبيهم بكيس وبتدخلي شلمونة بتسحبي الهواء وبتربطيه مباشرة. شوفي كيف بيطلع والله، وبيضل معك من السنة للسنة وما أحلاه. وهلأ حكمل الكمية كلها على نفس الطريقة. وهلا انا بعد ما جهزت الكميه كلها وصارت جاهزه بالاكياس رح ارفعهم على الفريزر، وحجيب لكم كيس من مونة السنه الماضيه انا مفرزته بنفس الطريقه مشان تشوفوا كيف بيطلع لونها وشكلها، وحورجيكم كيف انا بعملها وبحضرها لتكون جاهزه للاكل مشان تساووها بنفس الطريقه. هلا بالنسبه للمونه صحيح بتاخد منا شويه وقت وجهد، بس صدقوني بتطلع اظرف وانظف واطيب بكتير. انا تقصدت جيب كيس بازيلا مفرز من المول من دون ذكر اي ماركة مشان ورجيكم الفرق. هلا هاي المونة إلها سنة كاملة عندي بالفريزة أنا ممونتها، وهذا الكيس تاريخه هلا هاي السنة. شوفوا الفرق، هاي مونة البيت وهي تبع السوق جاهزة، أكيد الفرق واضح. صحيح المونة بتاخد منا شوية جهد وعناء، بس صدقوني بالآخير مناكل لقمة هنية ونظيفة. وهلا ححضر لكم الكيس يلي طلعته من الفريزة. حطيت طنجرة رح ضيف عليها مي، شغل النار ورح انتظر على المي لتغلي. ما بنزل البازيلا عليها لتكون المي مغلية. كمية المي بتقدريها انت يا دوب تغمر كمية البازيلا اللي محضرتيها. ورح ضيف عليها معلقتين من السكر، والسكر ضروري. اولا بخلي طعمتها تطلع هيك مسكرة، وبيحافظ على لون خضارة، وبيخليها تستوي معنا. وبتركها تغلي كم غلوة، ما بدي كتر عليها تصل لمرحلة الاستواء وتفرط البازيلا معي. هي هلأ المي هديت شوي لأنه أنا نزلت البازيلا مجمدة، بنتظر عليها بس ترجع تغلي دقيقتين 3 وبطفي عنها. شوفوا ما شاء الله بعد ما عطيناها كم غلوة صارت كل حبة بحبتها، حتى لونها شوفوا كيف صار ما شاء الله. وهلأ أنا حضرت مطبقية حطيت فيها مي باردة ومتلجة لدرجة إني حطيت فيها مكعبات من التلج مشان طلع البازيلا وحطها فيها دغري. بهالعملية هي أنا بعطي صدمة للبازاليا بخليها توقف مرحلة الطهي، وبنفس الوقت المي الباردة بتخلينا نحافظ على شكل الكرة تبع البازيلا، وكمان بنفس الوقت المي الباردة بتحافظ لنا على خضار البازيلا. وهلأ أنا بعد ما انتظرت دقيقتين 3 تلقائيا المي الباردة اللي متلجة بتسحب سخونية البازاليا، حصفيها بالمصفاية وعملها غسلة بالمي، وهيك بتصير جاهزة معنا لحتى نطبخها أي طبخة كانت. أنا اليوم ناوية أحضر رز بازاليا، وورجيتكم كيف طريقة تفريز البازيلا وكيف بنحضرها وقت مننزلها من الفريزر، وهيك صارت جاهزة معنا. يعني نحن هاي العملية اللي عملناها مثل عملية عكس. كنا من زمان نفور الكمية كلها تبع البازيلا ونرفعها على الفريزر وننزل الأكلة دغري على الطبق. هلأ عملنا نحن العكس، صرنا نرفع الكمية على الفريزر ونفور كل طبخة بطبختها. وهي العملية فعلا أنجح لأنه بتحافظ على شكل حبة البازيلا ولون خضارة وقوتها بحيث إنه ما تنهرس وتضل كل حبة بحبتها.
واللي حابب يشوف طريقة تحضير رز ببازاليا أنا منزلة له حلقة على قناتي، هحط لكم رابطها بصندوق الوصف. وإن عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وشير، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل شي جديد. سلام.